شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، نسائلكم عن الوضعية الحالية للسدود ومآل إنجاز باقي السدود. السيد الوزير المحترم، لقد ساهمت التساقطات المطرية والثلجية التي شهدتها بلادنا خلال الآونة الأخيرة في الرفع من منسوب حاقنة السدود، وهو ما يبشر بتحسن الوضعية المائية الوطنية. ورغم هذه المستجدات الإيجابية، تظل الحكومة مطالبة بتسريع وتيرة ببناء السدود الكبرى، وكذا معالجة مختلف الإشكاليات المرتبطة بتأخر إنجاز وبرمجة عدد من السدود الأخرى بمختلف أصنافها. وفي هذا السياق نلفت انتباهكم إلى الوضعية التي تعرفها ترودانت الجنوبية، التي تم استثناؤها من الاستفادة من برمجة السدود على غرار ما تم بإقليم تيزنيت الذي عرف برمجة 7 سدود. فإننا اليوم نطالبكم بإحداث سدين بالمنطقة الأولى على واد رقيتا بهدف حماية جماعات تالية من مخاطر الفيضانات، وهي جماعات حمر قلاشة، أيت مخلوف، وأيدو مومن، لا سيما أن هذه المناطق تعرف كثافة سكانية مهمة ونشاطا فلاحيا مكثفا. أما السد الثاني السيد الوزير، فنقترح إنجازه على الواد الأبيض وواد أساس لحماية جماعات تالية من الفيضانات كجماعة مشروع العين، جماعة الخنافيف، جماعة القردان، المهادي، جماعة الكدية البيضاء، أهل الرمل والكفيفات وأولاد داحو والتمسية. شكرا سيد الوزير.